السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم شباب؟ إن شاء الله بخير. اليوم هو افتتاح القناة المصمم حيدر العراقي، مصمم الفوتوشوب حيدر العراقي. طبعا قناة جديدة، أو قديمة هي، بس حبيت أحولها إلى قناة فوتوشوب، أطرح لكم معلوماتي بالفوتوشوب عن طريق المقاطع الفيديو. وإن شاء الله الملحقات راح يتم رفعها على الجروب مصممي فوتوشوب العراق، فوتوشوب ديزاينر العراق. يعني هم الجروب تقريبا هو جديد، والتفاعل هم يعني لا بأس. مع أخونا وعزيزي علي حسين، الآدمي علي حسين. أيضا هو مصمم فوتوشوب، يرفع لكم دروس على اليوتيوب، تصميم غلاف فيسبوك احترافي الدرس السادس. طبعا هو عنده قناة، لا تحبون تتفضلون للاشتراك وياه. انتظر الفيديو، نشوف فيديو مالته. وطبعا تشرفوني بالاشتراك بقناتي على اليوتيوب ودعمنا إن شاء الله، وما نقصر وياكم. والجوجل، ملفي على الجوجل. وطبعا هذا صفحتنا على الفيسبوك على من التكنولوجيا. طبعا راح أشارككم كل المعلومات الخاصة بالحاسوب حتى تكون مصمم مضبوط. في الفوتوشوب لازم تكون حاسوبك كامل، تعرف اختصارات الكيبورد. ان شاء الله كل هذا ومقاطع فيديو تعليمية وبرامج مفيدة على صفحتنا على الفيسبوك، عالم من التكنولوجيا، وورلد اوف تكنولوجي. هذا القناة. وطبعا اللي راح يكون الشغل على الفوتوشوب CC 2015 النسخة الجديدة. ما راح نقصر وياكم ان شاء الله. فيديو مال علي حسين. نوقف الفيديو، انتم بعد شوفوا من عندكم شباب. هذا عندنا فيديو طبعا بمزايا جديدة وحلوة كلش. اللي هي تختار حجم ومطيق ديسكتوب يعني. وشوف هاي تلون من هنا، خلفية تكون حمراء، خلفية حمراء. وبخاصية جديدة للفوتوشوب، بهاي الخاصية، خاصية الأحرف الروسية والتركية والحركات. طبعا خاصية جديدة، ومو درسنا احنا اليوم، درسنا فقط افتتاح. وإن شاء الله عن قريب راح يتم رفع فيديوهات عن تنصيب وتفعيل الفوتوشوب واللايت روم، والشغل على الفوتوشوب واللايت روم. أدوبي كريفت أيضا كلك أيضا برنامج جدا متميز، وراح يتم رفع مخطوطات إليه عن العيد إن شاء الله. وراح يعني مقاطع فيديو تعليمية له بصورة جميلة ومفصلة. هذا هو الكليك 2010 أيضا، كلكم شايفيه وتعرفوه. وإن شاء الله نتشرف بكم زيارتنا على القناة، وقناة ضلعي علي حسين، ومصمم فوتوشوب جروب من مصممين فوتوشوب العراق. نتشرف بكم، نلتقيكم في درس آخر إن شاء الله على قناة مصمم فوتوشوب حيدر العراقي. ودرسنا القادم إن شاء الله راح يكون على فوتوشوب CC تفعيله وتنصيبه وتفعيله. للقاء في درس آخر.